لاحظت قبل كده انك بتتكلم مع شخص عن حاجة عايز تشتريها وبعدها بفترة قصيرة هتلاقي الفيسبوك والانستجرام مليان اعلانات عن نفس المنتج. الموضوع هنا مش مجرد صدفة، دي نتيجة تقنيات متطورة في تتبع بياناتك من مصادر متعددة زي الميكروفون والمواقع اللي بتزورها وبيانات التصفح. كل ده بيتم استخدامه وبيجمعوا لك ملف رقمي دقيق عن سلوكك واهتماماتك، وبالتالي بيتم استهدافك بإعلانات بدقة عالية جدا لدرجة انك تحس انهم عارفين عنك اكتر من اي حد. وبالفعل ده مش مجرد احساس، في دراسة حديثة نشرتها جامعة كامبريدج وستانفورد اثبتت ان تطبيقات السوشيال ميديا بتعرف عننا معلومات اكتر من اللي الاهل والاصحاب يعرفوها. الدراسة قارنت كمية البيانات اللي بتجمعها التطبيقات عن عاداتنا ومشاعرنا، ولو ان الخوارزميات تقدر تحدد اهتماماتنا بشكل ادق من اقرب الناس لينا. كم مرة مثلا تبقى متضايق وتدخل تسكرول فتلاقي فيديوهات بتعبر عن حالتك المزاجية اللي انت عايشها حاليا؟ ايوه، زي ما سمعت كده. الدراسة اللي انا سايب لك مصادرها في الوصف بتقول انهم كمان يقدروا يعرفوا الحالة المزاجية ليك كمستخدم.